يا إخوتاه الخوارج يعني ضلوا في الحاكمية. إمامهم ذو الخويصرة كان دافعه لأتى رسول الله المال يتعلق بالاقتصاد، يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام. فلما فتح الله حنينا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها، غنم المسلمون غنائم كثيرة، فأعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسخاء 100 من الإبل لفلان، 100 من الإبل لفلان، لأبي سفيان وللأقرع بن حابس ولفلان 100. فقال يعني ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج. جاء عبد الله بن مسعود وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا عباد زهاد يقرؤون القرآن، يقومون به الليل ويصومون النهار، وكانوا عقائدهم صحيحة، كانوا ما عندهم تعطيل للصفات، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كانت عندهم توحيد، لكن ضلوا في جانب واحد من الإسلام والحاكمية. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فالآن الأهواء يتعلقون بما تعلق به ذو الخويصرة الجانب الاقتصادي من الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمية، وهم لا يعرفون هذا ولا ذاك، وليس بصادقين في هذا ولا في ذاك. ماذا قال لهم رسول الله؟ اقتلوهم حيث ما وجدتموهم فإن خير قتيل من قتلوه، وأعطى لهم من الوعيد على من قتلهم، لأنهم مبتدعة والله إنهم أقل شرا من المبتدعين الآن. التيجانية والمرغنية والنقشبندية والسهروردية والله إن الخوارج الذين قتلهم علي أهدى سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة، أولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخره، إلى آخر الضلال، ويستغيثون به ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الترهات ما لا يقوله إلا الخرافيون من الهنادل. ثم الله أين؟ الله في كل مكان، وإلا لا فوق ولا تحت إلى آخره، ويد قدرته إلى آخر التعطيلات والتأويلات. شرك في الصفات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج ما عندهم هذه أنواع الشرك هذه كلها، وما هذا سماهم الرسول شر من تحت السماء، شر الخلق والخليقة، أينما وجدتم فاقتلوهم. الآن نحن نحتضن هؤلاء البدع هؤلاء ونتولاهم وندافع عنهم وندافع عن بدعهم. يسبون الصحابة ويسبون الأنبياء ويقولون بوحدة الوجود ويقولون بالاشتراكية وهو إلى آخره، يقولون بأشياء كثيرة، ونحن نتولاهم من أجلهم أن المجددين، وهم عندهم أضعاف 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 بدعة الخوارج. أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله الذي يتولى الآن الروافض والذي يطعن في أصحاب رسول الله ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وترهاتها ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة، هذا من أهل منهم، هذا منهم يتولى أهل البدع ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاها ويستميت في الدفاع عنها ويحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذه البدع، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح، فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم ويحاربونهم ويقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أنصار الله، نحن أنصار سيدكم مجدد، البنا مجدد الموجود، وهم أهل بدع وضلال. والله الخوارج ما يصل إلى شيء مما وصل إلى هؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم وهذا الميدان نتحداهم. الذين قتلهم علي
حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد عنده البدع التي توجد عند سيد قطب. الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أخنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستميت في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلط ورب السماء. عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من آل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض الشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه. لا أجد فتنة على وجه الأرض أشد من هذه. واجتاحت التجمعات السلفية. إذا كان ضلالات أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحازتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملبوس، من يكابر في هذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس. من يدافع عن سيد قطب؟ ماذا حوى السيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزل الغالي وأقرأ الظلال فأجد كتاب الزمخشري كأنه سلبي إلى جانب كتاب سيد. كتاب هذا المعتزل الزمخشري والله أحرقه المبتدعين المنتسبين إلى السنة وهم مبتدعون، والله ما أطاقوا. والآن شباب السنة المنتمين إلى المنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من 18 طبعة، ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها. التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب، المعالم، العدالة، الظلال إلى آخره، أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب، من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره كتب باطلة، هذه يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنة يا أخوة؟